نجهز شوربة العدس، بس ما راح تنزل بنات على الانستغرام لانها اصلا اساسا موجودة. حطي خضارك، انا احب احمصها اول. تبين كوسة ضيفي، تبين بطاطا حلوة ضيفي، قرع ضيفي، اللي تبين ضيفي. بضيف لها يا بنات البهارات ومكعب مرق الدجاج، ولا تكثرين ملح لان لسه راح اضيف لها شيء ثاني مالح غير الماجي، فخلي ملحك مرة قليل. بهاراتي شوية بابريكا، مرة شوية بابريكا وكزبرة، كمون أكثر شيء، فلفل أسود وملح وماجي. طبعا نسيت أقول لكم إن فيها كركم. بضيف العدس، ما يحتاج نقع العدس يا بنات، نص كوب تقريبا، سويت الكمية اليوم قليلة. بحمصه شوي معاهم، بضيف عليه الموية، خلوه يطبخ تقريبا حول ربع ساعة لحد ما يستوي. لما يستوي راح نهرسه بالخلاط، وبقول لكم ايش بضيف عليه. لما تهرسينه بنات وتخلصين تضبطين طبعا ملحك، تحطين عصرة الليمونة، وتحطين هذا شوربة دجاج بالشعرية، طعمها مرة لذيذ. هذيك المرة حطيت كنور، ما حبيتها صراحة، الدجاج بالشعرية كنور ما حبيتها، هي زينة لذيذة بس حسيت هذه ألذ. اللي ما تبي أو ما تحب تستخدم الماجي خلاص يحط أصلا ماجي، تحط بس شعيرية اللي ما تبي، بس مع هذا مرة أطعم وألذ. عادوا أنتوا أحرار. الحين خلاص كذا شوربتنا خلصت، انكم طلبتوها سويتها، ولا انا ترى مسويتها معاكم كثير كثير كثير. بكتبها لكم، بنزلها مكتوبة عشان اللي حابة تسويها. ألذ شوربة عدس ممكن تاكلينها في حياتك.